ليلى بتعرف تنبسط بحياتها، عندها أصحابها، تحب السفر، بتقرأ، بترسم، مفعمة بالحياة. ساعات ببقى حاسس إن أنا اللي عايزة أكون جزء من الحياة دي. ده كلام الجميل أمير عيد عن مراته ليلى. في مقابلة تانية أمير عيد اتكلم عن مراته وقال إن هو بيحس إن هي صاحبته أكتر من كونها مراته. في العلاقات عموما وفي العلاقات ما بين المتجوزين في 3 أنماط أو أشكال من العلاقات. لو جينا نرسمهم أو نشبههم بالدوائر هتلاقي إن في دايرتين بعاد تماما عن بعض، كل واحد منهم في وادي، محدش يعرف حاجة عن التاني، بيتقابلوا في المناسبات وأحيانا في السرير لما ربك يسهل. وفي نمط تاني من العلاقات بيكونوا دايرتين جوه بعض، خانقين بعض، عارفين كل تفاصيل بعض، وده بيخليهم مش قادرين ياخدوا أي قرار لوحدهم، بيضطروا إن هم يشاركوا كل حاجة مع بعض، ودي حاجة بتوصل لملل وروتين كبير قوي. ثالث نمط من العلاقات وهو اللي كان أمير عيد بيتكلم عليه، وهو إن علاقتين دايرتين أو علاقة دايرتين داخلين في بعض، جزء من الدايرة دي بره الدايرة التانية وجزء منها جواها. يعني أنا ليا حياتي بنبسط بعيد عن الشريك وفي نفس الوقت بنبسط والشريك معايا. العلاقة الثالثة دي هي أنسب وأسلم علاقة فيهم كلهم، لأن فيها أنا ما بكونش معتمد على الشريك ولا بعيد عن الشريك خالص. جزء مني بينبسط وأنا معاه وجزء مني بينبسط وأنا مش معاه. يعني عندي حياتي، صحابي، شغلي، مذاكرتي، دراستي، عندي حياة بعيد عنه. مفيش مشكلة أبدا أبدا إنك تكون بتنبسط مع شريكك، بس المشكلة بتكون إنك ما تعرفش إنك تنبسط إلا وإنت مع شريكك.